السلام عليكم. بقالنا كتير هنا على القناة ما عملناش مراجعة لموبايل من الفئة الاقتصادية. الفئة المتوسطة الصراحة الفترة اللي فاتت كانت بتقدم خيارات كتير بأسعار معقولة، وده يمكن اللي خلانا ما نقدمش حاجة في الفئة دي. بس أنا النهاردة جاي ومعايا موبايل ريلمي جديد، الريلمي سي 53. فخلونا نشوف الموبايل ده بيقدم ايه. طبعا زي أي موبايل فئة اقتصادية هتلاقي الموبايل تصميمه نفس تصميم الايفون. مش عارف ليه الفئة دي ما بيبقاش فيه اهتمام بأن الشركات تقدم تصميم خاص بيها، بس في ناس بتعتبر الموضوع يعني بيعلي من قيمة الموبايل، فهي أذواق بصراحة. في ظهر الموبايل هتلاقي كاميرا ثلاثية، هي مش كاميرا ثلاثية، هي شكلها زي كاميرا الايفون بس هي مش ثلاثية، انا بنرجع لها بعدين. الفريم بتاع الموبايل حاد زي اخر ايفونين بالظبط، والموبايل بيجي بلونين الذهبي والاسود. النسخة اللي معانا جاية باللون الذهبي وفيها تدرج الوان لطيف شوية كده، بس انا لو هشتري شخصيا انا هشتري الاسود، انا بحب اللون الاسود بصراحة. بس برضو هنا زي ما انت شايف كده لما بتعمل كده بتدي انعكاسات بالشكل ده لطيفة. بشكل عام الموبايل خفيف ورفيع، مسكته في الايد من غير كفر مش اريح حاجه، بس يعني حتى الايفون الجديد نفس الكلام، وده طبيعي مع الحواف الحاده دي. بس قشطه، انت لو بتفكر تجيبه كده كده فهو بيجي معاه كفر قشطه لذيذ. خلاص انت ركبت كده تمام، هيبقى مريح بالنسبه لك، مش هتحس بحته الحواف الحاده اللي تكون موجوده هنا. شاشه الموبايل هنا شاشه اي بي اس بمقاس 6.7 بوصه وبريزولوشن فول اتش دي بلس وريفرش ريت 90 هرتز، ودي حاجات صعب تلاقيها في الفئه دي، خصوصا الريفرش ريت ال 90 هرتز. مفيش ولا موبايل في الفئه دي او يعني بالسعر ده بيجي باكتر من 60 هرتز. كمان لسه في موبايلات للاسف بتيجي بريزولوشن الاتش دي بلس. دول نقطتين يحسبوا الريلمي انها وفرتهم في موبايل بالسعر ده. جوده الشاشه في الموبايل كويسه وهتحس ابجريد لو انت جاي من موبايل تاني في نفس الفئه، اما لو جاي من اعلى شويه ونزلت له مثلا مش هتحس بالفرق قوي، او هتحس بفرق ان انت نزلت شويه. البروسيسور بتاع الريلمي سي 53 هو اليوني سوك تايجر تي 612. لو انت ما تعرفوش فهو حاجه قريبه من السناب دراجون 665 او الميديا تك هيليو البي 35. بروسيسور فئه اقتصاديه هيخليك تفتح تطبيقات السوشيال ميديا، تقلب في الانترنت او الاستخدامات العاديه بتاعه الموبايل. الموبايل بينزل باصدارين، واحد 6 جيجا رام و128 جيجا ستورج او مساحه تخزينيه، والتاني 12 جيجا رام و128 جيجا تخزين برضه. طبعا دي اول مره يبقى فيه 12 جيجا رام في الفئه الاقتصاديه، بس سيبك من النسخه دي، النسخه ال 6 جيجا هتبقى احسن وانسب كسعر واداء مع الموبايل كله، وعلى بعضه هتاخد باكج مظبوطه بال 6 جيجا رام بس في المقابل ما تستناش من ريلمي سي 53 اي اداء في الالعاب او في المالتي تاسكينج، يعني تعدد المهام وده منطقي. في الاخر انت بتتكلم عن موبايل ب $130، ده تقريبا ارخص من اغلب الساعات الذكيه اللي موجوده في السوق دلوقتي. فهو هيبقى علشان تنفذ عليه شويه المهام الاساسيه بتاعتك اللي هي الاساسي اللي انا قلته من شويه ده. اما احلى حاجه بقى في الريلمي سي 53 واللي بتخليه مختلف بجد عن اي حاجه في الفئه دي هي البطاريه والشحن السريع. عندك هنا بطاريه 5000 ملي امبير، هتقعد معاك اكتر من يوم وممكن توصل ليومين عادي، لان هو كده كده انت فاهم هو مش هيبقى عليه الاداء القوي جدا اللي يستهلك البطاريه دي. ولو حبيت تشحنها الموبايل جاي معاه شاحن 33 واط، فهيشحن الموبايل بالكتير قوي 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 في ساعه هيكون الموبايل بالكامل مشحون. يعني هو في الواقع بيشحن لغايه 50% من البطاريه في نص ساعه، ومفيش اي موبايل في الفئه الاقتصاديه بيعمل الموضوع ده. نسيبنا بقى من كل ده ونروح للكاميرا. انت طبعا شايف كاميرا ثلاثيه ورا، بس في الحقيقه هي كاميرا واحده بس. اللي على اليمين دي فلاش واللي تحت دي كاميرا للعزل، فانت من الاخر معاك كاميرا واحده بس اللي هي المين بدقه 50 ميجا بكسل. بس هي حركه صراحه من ريلمي ان هم عملوا شكل الموبايل وكانه بثلاث كاميرات زي ما انت شايف. المهم التصوير بكاميرا الموبايل اللي هي 50 ميجا بكسل بيكون بدقه 12.5 ميجا بكسل، وما انصحكش تغير الدقه وتخليها غير كده. الصور طول ما الاضاءه كويسه هتاخد صوره هتعجبك، بس طبعا كل ما الدنيا تليل الجوده هتقل معاك وهتبقى صوره مقبوله على اللي انت دافعه في الموبايل. نفس الكلام بالنسبه للفيديو، الكاميرا الاماميه اللي بتيجي هنا بدقه 8 ميجا بكسل وبتقدم برضو نفس التجربه. الصور هتعجبك بالنهار وجودتها بتقل كل ما الدنيا بتضلم اكتر. هتلاقي برضو في الموبايل سوكت سماعات اللي هو 3.5 مللي، مكان للشريحتين وكارت ميموري، ومستشعر بصمه على الجنب، وبورت تايب سي علشان الشحن السريع، وسماعه مونو جنب البورت على طول، هو مفيش غيرها يعني، مش سماعات ستيريو، ودي حاجه مش هتلاقيها في الفئه دي في الغالب يعني. الموبايل سعره زي ما قلنا من 130 ل $140 حسب السوق اللي انت فيها. يعني في الامارات هو متاح بسعر 499 درهم لاصدار ال 6 جيجا رام وال 128 جيجا المساحه التخزينيه. وده ينقلنا لسؤال مهم جدا، اشتري الريلمي سي 53 ولا لا؟ لو انت ميزانيتك محدوده وبتدور على موبايل بطاريته كبيره وبيشحن بسرعه، فانت مش هتلاقي موبايل
موبايل احسن من ده في الفئه دي. هتاخد معاه كمان شاشه فول اتش دي بلس والريفريش ريت 90 هرتز، ودي حاجات مش عند المنافسين، ده غير انه شبه الايفون زي ما انت شايف لو دي حاجه تفرق معاك يعني. اما لو بتدور على موبايل تلعب عليه او تشغل كذا حاجه في نفس الوقت فده مش هيبقى احسن اختيار. هي الفئه السعريه دي كلها عموما مش هتبقى احسن حاجه يعني، لو دي اهتماماتك هتحتاج تعلى شويه بالميزانيه. وبس كده. دي كانت مراجعتنا لموبايل الريلمي سي 53. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي اسئله عن الموبايل او جربته سيب لنا رايك وتجربتك في الكومنتس تحت وفوتني بعافيه.